يا ابن آدم إن آدم كلكم ضال إلا من هديته وكلكم مريض إلا وكلكم هالك إلا من أنجيته وكلكم فقير إلا وكلكم مسير إلا من عصمته فتوبوا إلى ربكم فاصلوا ولا تأتوا أستاركم عندما لا تخفى عليه. بقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات. بقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأجرك في أي صورة ما شارك بك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله إلا الله
لقد جوزك هكذا 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 جاي حجاي غدي سجد كرم سجد كرم لقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق شجر أخوان بالله وذكر رأسي أجب هاي لقوله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وزائر من قبل العذاب ينادون
هكذا هكذا جب ابيض ها الله لو جالسين وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم ويا ابن آدم ابن آدم ستة مني وستة منك ومغفرة مني وتوبة منك وجنة مني وضاعة منك وإضاع مني وسؤال منك ونعمة مني وشكر منك وبلاء مني وصبر منك وقضاء مني ورضا